السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ في فيديو النهارده بقى احنا هنطلع من مرحله اللوجيك، وهنطلع من مرحله بقى ان احنا نكتب اف ستيتمنت، هنبدا نخش بقى في اللوبس. اللوبس يا شباب دي حاجه ليها علاقه بالايتريشن، بالتكرار. هي بتوفر عليا ان انا اعيد كتابه الكود بايدي. تعالوا ناخد مثال. بصوا يا شباب، انا مثلا عاوز اطبع من 0 ل 4. بصوا كده، تخيل بقى تقعد تعمل كده: 1 2 3 4. تقعد تكتب لي كده بايدك. تخيل اقول لك بقى ال 100، هتقعد بقى تعمل لي كده. ده مش شغل ده. تمام. امال الحل ايه؟ الحل ان احنا بقى نخلي الكود يتكرر، مرحله التكرار. تمام. واللوبس في جولانج دي كل اللوبس الموجوده. تمام. الفور لوب والوايل والانفينيت لوب والرينج، ودول هنتكلم فيهم. بصوا يا شباب، الفور لوب ده المشهور في كل اللغات. تمام. ودي طريقه كتابته. تعالوا ناخدها كده مع بعض ونعمل فور لوب يطبع من 0 ل 4 زي ما كنت كده. اول حاجه نديله الكيورد اللي اسمها فور، اهي موجوده فور. هنعرف بقى variable، هنinitialize variable وهنقول ان هو بزيرو. بعد كده طول ما الفاريبل دوت أصغر من 5 هيطبعه، وبعد كده هيزوده. تمام. وأهي باقي الحاجة كده. أوكي، هنا إيه اللي هيحصل؟ أول حاجة هيبص للأي دي بزيرو، وزيرو أصغر من 5 هيطبعه. بعد كده هيزوده، هيبقى بكام؟ هيبقى بواحد. واحد أصغر من 5 هيطبعه. بعدها هيزوده، هيبقى باتنين. وهكذا لحد ما يوصل ل4. عند 4 بقى هيزوده، هيبقى ب5. هل 5 أصغر من 5؟ لأ. يبقى وقف الكود، وقف اللوب. تمام. بصوا كده، تعالى كده اهو من 0 ل 4. طيب، ده كده مصدر الفور. طيب الفور لوبس دايما بيبقى معاها برضو كي ووردز مهمة جدا. كي وورد اسمها continue، وكي وورد اسمها break. تعالوا نخليه يتبع من 1 ل10. نعد من 1 ل10. تمام. اهو بالمنظر ده. تعالوا يا سيدي، تعالوا كده نعد من كام؟ من 1 ل10. اهو. طبعا افرض انا بقى عايز يعد ارقام فردية، انا مش عايز ارقام زوجية. تمام. هنا بقى الكونتينيو بتتدخل. الفرق بين البريك والكونتينيو يا شباب ان الكونتينيو انت ممكن تسكيب، تتخطى قيم. مش مهم، انا مش هطبع القيم ديت، مش عاوزها. انما البريك دي بترمينيت القيم، يعني دي بترمينيت اللوب كله، توقفه. تمام. تعال نقول له لو الواي، تعال نقول له اف الاي موديلس 2 بيساوي 0. كونتينيو. وهنا قول له اف ام تي دوت برنت لاين، دي الارقام الفرديه اود نمبرز، ويطبع لي الاي. تمام. بصوا كده، تعالوا بس كده ايه ننضف الكونسول ونرن. بص كده: 1 3 5 7 9. دي الأود نمبرز. هنا بقى هو عمل تجاهل للإيه؟ للقيم الزوجية. تمام؟ طيب تعالوا بقى نهمش كده الكود دوت، هنحطه في كومنت، ونروح إيه نتكلم على اللوبز التانية. أنا هنا عندي الوايل لوب. الوايل لوب في جولانج ملوش كيورد اسمها وايل على عكس اللغات التانية، ومفيش أصلا وايل كمان. إحنا عندنا الوايل لوب بنكتبه بالكيورد فور. إحنا بس بنديله الكونديشن، بنبقى عاملين initialize بره، وكل حاجة بتكسكيوت جوه بقى. تعالوا نشوف مثال. أنا مثلا هقول له I بتساوي 0، وأقول له طول ما ال I أصغر من أو تساوي 5 خليها 1. هقول له بص يا سيدي اطبع لي ال I، بعد كده زودها. بصوا كده هيطبع من 1 ل5 عادي جدا، عادي جدا. اه 1 ل5. طيب إيه ده كده؟ شكل ايه الواي لوب في جوه ده كده كأنه واي لوب، بس احنا بنديله كي وورد فوق. الانفينيت لوبس بقى دي بقى اللي بنستعمل معاها البريك، ان احنا عاوزين نوقفها. تمام. تعالوا نعمل كده ايه انفينيت لوب. تعالى كده شيل دي من، ولا لك خلي دي هنا كده، خليها. تعالوا ايه نقول له فور، وافتح كده. ده كده إيه انفينيت لوب. تعالوا نقول له اي بلس بلس، ولو الاي، تعالوا بقى نشوف البريك كيورد. لو الاي بيت بتساوي مثلا 50، بريك، وقف لي اللوب ده فورا. تمام. لان الانفينيت لوب ده بيشتغل الى ما لا نهايه. تعالى كده نرن اف ام تي imported and not used. اه ماشي. تعال نقول له اف ام تي print line الاي كده بقى
اهو طبعا لحد 49 جه عند ال50 ووقف. خلاص ما فيش. تمام. ده الفرق بين البريك هنا والكونتينيو. هنا الكونتينيو عملت سكيب، هنا البريك وقفت نهائي. وفي جولانج برضو في حاجة اسمها ليبلد لوب. بمعنى بص، انا مثلا هنا هقول له انا مثلا ده فور لوب. بص هكتب الاسم، بعد كده هحط نقطتين فوق بعض وادوس انتر. هقول لك هنا بقى ده بقى ليبل وده ديكلير اهو. تعال نقول له مثلا فور، ناخد مثلا نفس دوت كده، مش هعمل حاجة جديدة. مثلا هعمل كده. تمام. هنا بقى هقول له ايه مثلا. تعالى هنا كده نمسح دوت. تعال نقول له اف اي ايكوال مثلا 8. هقول له ايه، هقول له بريك الفور لوب. ده كده حاجة اسمها ليبل لوب. تعالوا كده نرنه. اف ام تي، انا اسف دايما بنسى اطبع. ان اف ام تي دوت برنت لاين ال اي. تمام. تعالوا ايه نرن. طبعا من 1 ل8 جه عند ال8 وقال لك ايه، انا هبريك اللوب دوت. تمام. ده كده منظر. اخر منظر بقى معانا الرينج. بص يا شباب، الرينج دوت ده لعبة جو، ده السبيشاليزيشن بتاعها. الرينج دوت انا دايما بستغله عشان الوب على array سلايس ماب. ممكن تماب على السترينجز برضو، ده شيء وارد. والرينج دوت بيرجع معاك الاندكس والفاليو. تعالوا نشوف مثال. ولنقل انا عندي نيمز مثلا، وده مثلا سلايس فيها محمد واحمد عمر وعلي. وتعالوا نضيف ملك، يعني اسم كده ايه كده. طيب تعالوا بقى نعمل ايه، نمسك الاسامي ديت ونستخرج قيمتها. بص يا شباب، هقول له فور الاندكس والفاليو في رينج النيمز، وهعمل كده. تمام. خليها اندكس بلاش اختصار. الاندكس ده ايه يا شباب؟ الاندكس دوت هو يعني المكان بتاع الفاليو في السلايس ديت. تمام. وبيكون بالارقام. ده كده مثلا بداية السلايس، فدوت كده 0 1 2 3 4. بس انا هحطهم كلهم جوه كوتيشن، دي غلطة مني انا اسف. خلي دي كده ودي كده ودي كده ودي كده ودي كده. هنا مثلا ده الاندكس 0 1 2 3 4. تمام. في الاري بنبدأ العد من 0. في الحاجات دي بنبدأ العد، الاندكس ده بيبدأ عده من 0. فالاندكس دوت هيرجع لي الايه، الرقم. والرقم دوت هو انتجر، اللي هو مكان الايه، مكان الاليمنت في الاري. تمام. اهو آه، اهو انتجر. انما الفاليو ده بقى القيمه، ده بقى هيبقى السترنج، ده النيم. بصوا اهو. تعالوا كده فور، قصدي اف ام تي برنت اف ذا اندكس كذا has value of كذا. وهنا هنقول له الاندكس والفاليو. بصوا كده يا شباب. تعالوا نرن. has value of محمد. برنت، انا نسيت ال باك سلاش ان. طيب تعالوا كده وايه جو رن اهو. has زيرو في محمد اللي هو هنا اهو. ايه ده انا آسف. طيب هنا زيرو فيها محمد، وواحد فيها احمد، اتنين تلاتة اربعة لحد مين اخر اسم. طيب. طب افرض انا مثلا محتاج الفاليو بس، انا مش مهم عندي الاندكس. هنا ممكن تحط اندرسكور، وهنا تخلي الفاليو كده، وشيل من هنا ايه الاندكس، خليها فاليو بس. تمام. وايه رن اهو. ممكن بقى بالشكل ده تعمل على سلايس، على اري، على ماب، على سترينجز، براحتك خالص. وهي الرينج
هي فانكشن هتراجع معاك الاندكس والفاليو، وده بنستعمله عشان نلوب في الكوليكشن. ده بمنتهى البساطة كده كان فيديو النهاردة، إن شاء الله يكون مفيد واستفدتم، ونتقابل على خير الفيديو الجاي. سلام عليكم.